لله الحمد. الله أكبر، والنصر لدين الله عز وجل. الله أكبر في هذا اليوم العظيم المبارك، يوم الأضحى الذي فيه يلبي حجاج بيت الله الحرام قاصدين الحج ملبين نداء الله تعالى بالحج والتكبير والتهليل. الله أكبر. ونحن في هذه الأيام التي نعيش فيها فرحة العيد، فرحة عيد الأضحى المبارك الذي يقول بحقه رب العزة سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. هذا هو يوم العيد، عيد الأضحى المبارك، الذي الأصل فيه أن نفرح، والأصل فيه أن نبتهج بفريضة الحج التي فيها يلبي الملبون، والتي فيها يستغيث المستغيثون بربهم. ونحن في فلسطين إخوة الإيمان، بالأمس كان هنالك وقفة عرفة للحجاج الذين وقفوا لله سبحانه وتعالى بصعيد عرفة، والحج عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن أيضا صمنا يوم عرفة، واليوم هو يوم النحر للحجاج. ونحن إخوة الإيمان هو عندنا أيضا يوم النحر، وللحجاج يوم الهدي، ونحن يوم النحر. ويوم النحر عندنا إخوة الإيمان هو عيد الأضحى المبارك الذي فيه نقدم فلذات أكبادنا، نقدم أغلى ما نملك لفلسطين الحبيبة. وكما سمعنا صباح هذا اليوم بأن هنالك غارة أيضا جديدة على أهلنا في قطاع غزة. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. أحبتي في الله، كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كان إذا أصاب النبي صلى الله عليه وسلم الأمر العظيم كان يتنفس الصعداء ثم يقول بأعلى صوته: قال حسبي الله ونعم الوكيل، فإنها أمان لكل خائف، أمان لكل خائف. نحن